تفضل يا متصل، ما دينك؟ سلام المسيح. ما دينك وما كنيستك؟ دين المسيح. وما كنيستك؟ كاثوليكي. تمام، تفضل شيخ. أين قال مساء. المسيح أنه الله؟ أول شيء مساء الخير شيخنا الكريم، ومساء مساء الخير الخير. لضيوفك الكرام. أنا مساء الخير. صراحة ما توقعت تطلعني، يعني شرف كبير لإلي أطلع مع أهلا بك. حضرتك. هلا أنا عندي سؤال. لا، قبل السؤال، أنت مسمي نفسك المسيح هو الله، فأين قال أن المسيح أنه الله؟ أنا ما سألتك أين قال أنا والآب واحد قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، من رآني فقد رأى الآب. لا 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 لا, لا. هذا كله عارفين. أنت مسمي اسم حسابك اسم معين. لا 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 لا. هذا كله عارفين. أنت مسمي اسم حسابك اسم معين. المسيح هو الله. أخرج لي أين قال المسيح أنا الله. تفضل. هلا بالكتاب المقدس في إشارات كثيرة، بس هي مبهمة صراحة، في سبب للإبهام. يعني تقصد أن المسيح عرف على ألوهيته بشكل مبهم مش واضح. أكيد في أسباب. يعني هل كان يختبر ذكاءنا مثلا لنحل هذا اللغز أم ماذا؟ يعني العقيدة لابد أن تكون واضحة وليس مبهمة. فلماذا كان يتكلم بشكل مبهم؟ أكيد الحق معك. بس لحظة لو سمحت، عذرا بس لحظة يا إخوة. طبعا نحن وقفنا التعليقات عشان نوصل التكبيسات ل10 مليون رجاء، فخلينا نشد الهمة عشان نفتح التعليقات بعد بإذن الله. نشد الهمة، الله يجزيكم الخير، نوصل 10 مليون تكبيسة. تفضل يا عزيزي. نعم. هلا شيخنا الكريم، مثل ما بتعرف الحديث طويل وما فيك تختصره أو تجتزه بدقائق، بس لحاول اختصر قدر الإمكان وما رح طول عليكم، لأنه فعلا حديث طويل. بس هلا هو ليش في غموض بالموضوع وبنفس الوقت في وضوح. هلا هو يعني هو في وضوح، يعني في وضوح ولا في غموض؟ فهمنا يعني. لا الغموض، المسيح ما أشار علنا أو ما قال علنا أنا الله فاعبدوني. هو حكى يعني أنا النور للعالم وأنا الطريق، وصلبوه وقتلوه. فتخيل في ذاك العصر، اليوم إذا الواحد بيجي مثلا بيقول لك أنا الله، هل الناس حتصدقه؟ اليوم تسمع على السوشيال على القنوات بيطلع واحد بيقول لك أنا المهدي، بيطلع واحد بيقول لك أنا المسيح. فتخيل الناس بتتمسخر عليه بتضحك عليه. فكيف السيد المسيح بده يجي دغري يقول لهم أنا بس الله؟ ممكن بس في نص أتي به نحتاج أن نفهمه. أنت قلت أن المسيح قال أنا نور العالم، صح؟ نعم، أنا الطريق، أنا الحق. طيب خلينا بس نناقش أنا نور العالم. ماذا فهمت أنت من كلمة أنا نور العالم؟ يعني هذا تصريح بألوهيتي؟ هلا أكيد، لأنه أكيد؟ نعم الله ذكر يعني في لا الإسلام. يعني لأن بس اصبر، خليك من الإسلام، نحن نتكلم من كتابك. يعني لما المسيح قال أنا نور العالم، يعني هكذا إله؟ نعم. لكنه قالها عن التلاميذ أيضا في إنجيل متى 5:14 أنتم نور العالم. فهل تلاميذه يصبحون آلهة هكذا؟ هلا ها هو النص. أكيد صحيح. نعم. واضحة ولا نقرب أكثر؟ يعني لا واضحة. يعني صارت أنتم نور العالم. أنتم نور العالم، لا يمكن. عزيزي لحظة، قلت إن المسيح قال أنا نور العالم، معناتها خلاص بذلك يصبحون التلاميذ أيضا آلهة بحسب تعبيرك. هلا هون هي معناتها مثل يوم تقول نحن من روح الله روح. يا أستاذي، روح الله. يا أستاذي المحترم، الله نور يا أستاذي، ونحن من نور الله. يا الله نور السماوات والأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عزيزي اصبر، لما أقول لك اصبر. أنت جئت بنص المسيح يقول فيه أنا نور العالم، قلت هذا تعبير على الألوهية. أتيتك بذات النص قاله عن تلاميذه، قال أنتم نور العالم.
الآن صرت تؤول النص. ما أنت قبل قليل قلت أن تعبير أنا نور العالم تعبير ألوهية، فحين جاءت عن التلاميذ صارت لا بد من تأويلها، وهذا هو الضلال المبين. إذا النص جاء عن المسيح جعلتموه نصا صريحا عن الألوهية، وإذا جاء عن غير المسيح نفس النص نفس الكلمة لا معناها نحن من نور الله ونحن من روح الله، تبدأ نحن ونحن، لا يليق هذا. تمام؟ طيب بالنسبة أنا لما قال أنا الطريق، المسيح لما قال أنا الطريق، طريق إلى من المسيح؟ يعني حين قال أنا الطريق معناته طريق إلى شيء معين، إلى من؟ تفضل افتح الصوت يا أستاذ. لما المسيح قال أنا الطريق، طريق إلى من؟ يا أستاذ افتح الصوت يا متصل من الأسفل في مايك، اضغط عليه وافتح. مشكلة والله نحن لا نريد أن نكتم عليهم الصوت، نقول لهم اسمعونا ما يبوش يسمعوا. لما قال المسيح أنا، عم تسمعني هيك؟ نعم أسمعك. لما المسيح قال أنا الطريق، طريق إلى من؟ طريق الخلاص. لا، هو قال طريق النجاة. أنا، أصبر شوي، قال أنا الطريق، يعني طريق إلى شيء ما هو هذا؟ الطريق إلى الله. طريق إلى من؟ إلى الله. يعني المسيح لما قال أنا الطريق، طريق إلى الله. أكيد. صافحني عن بعد. صافحتك. فقد اعترفت أنه نبي، فلا يكون طريقا إلى الله إلا إذا كان واسطة. صافحتك. فقد اعترفت أنه نبي، فلا يكون طريقا إلى الله إلا إذا كان واسطة، والواسطة هو النبي. كيف يكون صحيح. هو الله وطريق إلى الله؟ صحيح، هو بالجسد. أيوة إنسان. الله يخرب بيت الجسد اللي داخلنا خشمة في كل بصيرة. طلعوا لي كلمة جسد من كتابكم، هذا بس أنا نبي كلمة جسد هذه من كتابكم. الله يسعدك الله يسعدك. والله جد والله أحدثك، طلع لي كلمة جسد هذه من كتابك. بس هو كان له جسد يعني كإنسان. مثل المسيح ما له جسد. بس اسمع المثل هذا. طبعا أنا يعني معاشر المصريين كثيرا، فلذلك عارف أمثالهم وعارف كذا. تفضل. فالإخوة معاشرهم يعني عندنا طبعا كثر إخوة مصريين في ليبيا وكذا، وأصدقاء لوالدي رحمة الله عليه. فعندهم مثل جميل، عندهم مثل جميل المصريين. بيقول لك إيه؟ بيقول لك كل ما تتزنق اقلع. هذا مثل مصري، كل ما تتزنق اقلع. تحية لأهل مصر. مش أنت، مش حضرتك، النصارى. أكيد. النصارى كل ما يتزنقوا قل جسد. أول ما تتزنق قل جسد، أول ما تتزنق جسد جسديا جسدي. يعني كأننا محافظين يعني سكريبت هكذا محافظين لكم في الكنيسة أم ماذا بالضبط؟ فيعني أريد أن أفهم صراحة هذا الأمر، لأنني أنا لم أجد هذه الكلمة في كتابكم، ما وجدتها. تفضل. هلا هي بالكتاب حلة. ايش في الكتاب؟ ماذا؟ حلة يعني حلة هي تجسد. اقرأ لي النص. هلا صراحة يعني ما في بإيدي إنجيل. هلا أنا ماني كتير. طيب أنا بس معلش خليني أناقشك الآن، أناقشك عقليا. أنت رجل حاسك يعني صراحة عقلاني. شكرا. وأنا يعني أشكر فيك هذه الصفة. شكرا. العفو. أنت تؤمن أن الإله في دينك تجسد في المسيح؟ ليس الإله بل الكلمة. الإله لا يقدر أن يتجسد، لأن الإله موجود في كل مكان غير محدود، لا تستطيع أن تحده في آنية. هل الله هو الكون أم الكون موجود في الله؟ هل الله نقطة في الكون أم الكون نقطة في الله؟ هل الله له حجم؟ نعم. طيب هل الله صغير كمجرة في الكون؟ هل الله في أسد مرة من هنا فهيبة له ننتظر يعني. لازم احترام للأسد. مشكور يا أخي
سباي ايش؟ سباي سباي. نعم سباي 650. جزاك الله خيرا. شوف يا عزيزي، طبعا أنت جئت بعقيدة جديدة، تمام، لم يقل بها النصارى. في نص في كتابك على لسان بولس يقول يحل فيه كل ملء اللاهوت. ركز، يحل فيه كل ملء اللاهوت. السؤال: من المقصود باللاهوت هنا؟ تفضل أخبرنا، ما المقصود باللاهوت هنا؟ افتح الصوت يا متصل. تسمعني؟ أي نعم، لما النص يقول على لسان بولس يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ما المقصود هنا باللاهوت؟ هلا أنا شيخي بفضل خلينا على المصطلحات القريبة للإسلامية مشان إخوان المسلمين يفهموني شو أنا عم بعني. لا ما تخاف، ما تخاف، هم في كل الأحوال مش فاهمينك، سواء تكلمت هكذا ولا كذا، لأن عقيدتك مش مفهومة أصلا. فأنت مشي الوضع إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى. لما تكلمني أكيد طبعا لا تكلمني، بس دقيقة، لا تكلمني بالعقيدة الإسلامية. أنت ايش دخلك بالعقيدة الإسلامية؟ لا مو بالعقيدة، مو بالعقيدة، لا، المصطلحات. المصطلحات الإسلامية، المصطلحات لا ما تبسط الناس. كلمني بسيطة، معناتها مصطلحات دينك مش بسيطة. أكيد. هلا المسيحي يوم يقرأ القرآن الكريم ما رح يستوعبه بيوم وليلة، بده وقت وشهور ممكن وسنين. هو لن يستوعبه. نفس العملية يوم يقرأ الإنجيل لا شاخ. القرآن الكريم واضح وبين لمن يعرف اللغة العربية، لكن سبب عدم فهم القرآن الكريم اليوم لبعدنا عن اللغة العربية ليس إلا هذا موضوع آخر. موضوع آخر. بس أنا سألتك سؤالا: لما بولس قال في كتابك يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ماذا يقصد بولس بكلمة اللاهوت هنا؟ يعني شلون بدي أبسط لك إياها؟ أنت بس بسطها بتنبسط. يلا. روح القدس. ايش دخل روح القدس بين يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا؟ لأنه باسم الآب والابن وروح القدس. ايش دخل فتحية في سعدية؟ أنا يعني مثل عقلك وكلمتك. مثل العقل. عمي خليك من عقلي وكلمتي. أنا سألتك عن كلمة في كتابك. نعم. تقول الكلمة في كتابك تقول يحل فيه ملء اللاهوت جسديا. ما معنى كلمة لاهوت هنا؟ لاهوت يعني الإله المطلق. أيوة تمام، جوابك صح. الآن النص يقول يحل فيه ملء اللاهوت جسديا. أين يحل اللاهوت هنا اللي هو الإله بحسب تفسيرك؟ أين يحل؟ أين يحل اللاهوت الإله بحسب تفسيرك؟ أين سيحل؟ بالناسوت. طيب أنت ركزت في الكلمة، ماذا يقول في النص؟ ماذا يقول؟ يقول كل ملء اللاهوت، يعني كل الإله. نعم. هل كل الإله يدخل في جسد إنسان؟ نعم. إذن الإله كله دخل في جسد يسوع المسيح الإنسان. نعم. الإله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. وجسد يسوع المسيح الذي دخل فيه الإله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. جسد يسوع المسيح غير محدود؟ أكيد. فاهم شو معنى محدود ولا غير محدود ولا مش فاهم؟ طبعا، لأنه شوف بدي حابب أنا أعقب على نقطة صغيرة. لا ما تعقبش اصبر. ما معنى محدود؟ ما معنى محدود؟ يا عزيزي، محدود يعني له بداية وله نهاية. نعم. جسد المسيح محدود، بدايته الرأس ونهايته الرجل. وين غير محدود؟ هلا هو هي باطنيا. طيب خليني من باطنيا إن شاء الله نروح لدكتور باطنية ونسأله بإذن الله. المهم سؤالي الآن، لو سألتك، تمام، قلت لك هذا الكوب
هذا الكوب، ها؟ كل نهر الدجلة والفرات دخل في هذا الكوب. نعم. منطقي؟ لا أكيد مو منطقي. لماذا؟ لأن الكوب محدود. أيوة، ونهر الدجلة والفرات أكبر حجما. نعم. أنا حابب أوصلك لشيء على فكرة، أنا أصلا عم بقول لا، لك قبل ما توصلني خليني نوصلك أنا، بعدين إن شاء الله توصلني أنت. نعم. الآن أنت استنكرت أن نهر الدجلة والفرات كله يدخل في هذا الكوب، لكنك تريد أن تقنع الناس أن الإله اللامحدود دخل في جسد إنسان محدود. أنا من شوي شيخنا الكريم قلت لك إنه الكلمة. أنت لا، بعدين ترجعت، ما خلاص هذه يوم سألتني من هو هذه الله النسخة القديمة. في إله، لا، في إله وفي رب. لا اسمح لي يا الرب. يا أستاذ، لا اسمح لي يا الرب. يا أستاذ، أنت شو اسمك أول شيء؟ شو اسمك؟ ابن المسيح. لا، أنا لن أناديك ابن المسيح، اسمك الحقيقي ما هو؟ مايكل. مايكل. يا مايكل، أنت في النسخة القديمة قلت إن اللي تجسدت هي الكلمة، بعدين حدثت، عملت أبديت جديد وقلت إن الإله هو الذي تجسد بحسب نص بولس الذي يقول يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. اللاهوت ما في يتجسد، الإله الكلي. بس يسوع المسيح بولس قالها، قال يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، إذا بولس يكذب. هلا أنا شوف في تفاسير كتير بالعقيدة المسيحية. خليني من التفاسير. بولس يقول، خليني من التفاسير. أي نقطة ستعقب عليه، بس عشان ما نخرجش عن الموضوع. بولس يقول يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. هلا هون هي بسيطة. يوم أنت أول شيء بدنا نعرف حجم الله، من هو الله؟ هل الله لا حول ولا قوة كل شيء؟ هل الله موجود في كل مكان؟ هل الله محدود؟ هل الله جالس على العرش؟ هل الله له مكان في السماوات السبع؟ اصبر يا مايكل، إذن فهو محدود. أنت الآن لحظة، أنت الآن خرجت عن السؤال وعن الموضوع. نحن لازلنا نناقش في نفس المسألة. نعم. تمام؟ نعم. أنت تعتقد أن الإله تجسد، اللاهوت تجسد كما يقول بولس، ولا بتكذب بولس في هذه المسألة؟ ما بكذب بولس. حتى الله تجسد فينا، مو بس بالمسيح، الله متجسد فينا، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهذا في القرآن أو كمان مذكور. القرب هنا معنوي وليس ذاتي. تمام؟ يا شيخ لما نحن من روح الله، نفخة من روح الله، الله عايش فينا. اسمعني، أنت معي ولا لا؟ اسمع بس، عن الله. اسمع يا مايكل، افتحوا لي الصوت يا أخي، افتح الصوت، افتح يا مايكل، افتح. ليش؟ أنت معي؟ اسمعني يا مايكل، أنت معي الآن أم لا؟ أنا معك. شفت؟ لكنك لست بجانبي. فالله عز وجل حين يقول أقرب إليكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو إن الله معنا، قرب معنوي ومعية معنوية هنا. هيك أنت عملت له مكان، حديته، أبعدته عنك وعن الدنيا. هو له مكان أصلا في دين، في كتابك له مكان، في كتابك له مكان. أنت يلا قل الصلاة الربانية بدايتها ماذا الصلاة الربانية؟ أبانا الذي في السماء. إيه، وين موجود معناتها؟ في السماء، صح ولا لا؟ أكيد في كل مكان. الآب في كل مكان. يا رجل، الابن، يا الكلمة رجل التي تتحرك التي تتجسد هي الكلمة. ما تخلطش الأمور يا مايكل، لا تخلط الأمور حتى الناس يفهمونك. أنت نصوص كتابك ما لا يقل عن 10 نصوص تصرح أن الله في السماء، تصرح أن الله في السماء. ما عندكش نص واحد يقول الله في كل مكان في كتابك. هذه عقيدة الكنيسة، لا يوجد نص واحد في كتابك يقول الله في كل مكان. أنت تؤمن أن الله بذاته في كل مكان يا مايكل؟ لأن الله لا يحده مكان. يا مايكل، كل شيء. مايكل سؤالي واضح، هل تؤمن أن الله بذاته في كل مكان؟ نعم، هو قال الله نور السماوات والأرض. الله نور مفجر الأكوان. نور، اسمع، نور مش ذاته، نوره نور السماوات والأرض. لكن خليني أسألك سؤالا،
أنت تؤمن أن الإله في كل مكان بذاته، صح؟ أكيد. طيب سأسألك سؤالا وأعوذ بالله من هذا، لكن فقط ليقيم عليك الحجة. أنت الآن واضع رجلك على مكان، صح؟ صح. طيب هل تؤمن أن هذا المكان اللي أنت واضع عليه رجلك، تؤمن أن الإله عندك فيه؟ لأنه هو موجود في كل مكان كما تقول بذاته. أكيد. يعني أنت الإله بتاعك الذي تعبده من دون الله موجود تحت رجلك. لا يتأثر. أكيد الله في كل مكان. يتأثر ولا ما يتأثر ولا ما يتأثر، موجود تحت رجلك ولا لا؟ أكيد. وفوقي وعن يميني وعن شمالي وأمامي وخلفي. يعني كفر بعد هذا الكفر. حتى أبو جهل قاعد يلطم في زاوية في جهنم على جنب حاليا. يعني قلتم مقولة حتى أبو جهل نفسه يستحي أن يقولها، أظن اللي هو فرعون هذه الأمة. كلهم صناديد قريش كلهم قاعدين واخذين زاوية في جهنم حاليا ويلطموا على الكفر الذي ينطق به النصارى. والله على كل حال، دقيقة بس يا أخواننا، خلينا نشد الهمة. 75,000 شير، بارك الله فيكم، والقادر على تحقيق الأهداف دعما وانتشارا للبث، جزاكم الله خيرا. الآن يا مايكل، يا رب جزاك الله خيرا أخ عبد الله. الآن السؤال يا مايكل، أنت تؤمن بهذا الكتاب أنه من عند الله؟ افتح الصوت. ليش عم بيحطوا لي كتم؟ عم تسمعني؟ عشان بس تسمعنا، كي تسمعنا. هل تؤمن أن هذا كتابك، هذا الكتاب الذي تقول عنه المقدس، هل تؤمن أنه من عند الله؟ يعني ما فهمت عليك، إنه قصدك وحي من الله؟ إيه. هلا هو لا، ما نمو كتاب موحى. كان كتاب ماذا؟ هلا أقوال المسيح وكتبوها القديسين. يعني وحي ولا ما هي وحي؟ لا أكيد ما هو وحي. معناتها كلام بشر. أكيد كلام بشر، بس بروح القدس. هي البشر مؤيدة بروح القدس. هو مؤيدة معناتها وحي. هلا فيك تعتبرها وحي. أيوة تمام. إذا كان الروح القدس يوحي للتلاميذ أنهم يكتبوا، صح؟ 100%. تمام. أعطني تلميذا واحدا من كتبة الأناجيل قال أنا أكتب بالروح القدس. تلميذ واحد بس، تفضل. لو أتيتني بكاتب واحد لكتبة الأناجيل يقول أنا أكتب بالروح القدس، سأغلق البث إلى الأبد. هلا هن التلاميذ اللي كانوا مع السيد المسيح عاشوا معه، فصار يدونوا الأحداث والمعجزات اللي عملها السيد المسيح له كل المجد. عزيزي، أنا ما قلت لك عاشوا معه ولا عاشوا مع غيره. أنا سؤالي واضح. أنت قلت إن كتبت كتابك كانوا يكتبون ويقولون أننا نحن نكتب بوحي من الله. فسألتك سؤالا، أعطني واحدا من هؤلاء الكتبة، سواء يوحنا، مرقس، لوقا، متى، واحد منهم قال أنا أكتب بوحي، أو أنا أكتب بمسوق من الروح القدس. لا هلا أكيد ما في وحي، بس روح القدس. خلاص شينا من الوحي. أعطني واحدا منهم قال أنا أكتب بالروح القدس. لا هي الروح القدس، يعني شو بدي اوصل لك اياها؟ اكيد ما في وحي. يعني المسيح يوم قال لهم اذهبوا وكرزوا في الخليقه، خلاص فهمنا. لكن انا اريد واحد من الكتبه قال انا اكتب بالروح القدس. مش ألست انت الان قلت انهم كانوا يكتبون بالروح القدس؟ اعطني واحدا منهم قال انا اكتب بالروح القدس. لا ما في اكيد، لانه طيب المسيح من أين هو علمت؟ المعلم. المسيح علمهم للتلاميذ. لحظه بس، من اسماء المسيح المعلم. يا عمي معلم ولا أستاذ ولا غير مش موضوعي. ما تاخذناش مواضيع أخرى. تيش حشيشتك تطلعني مواضيع ثانية. تحب أن تخرجنا خارج السياق. لا أنا أقول لك إيه، ما في، كلامك مظبوط. تمام كويس. من أين علمت أنهم كتبوا بالروح القدس إذا كان هم لم يصرحوا بذلك؟ إذا كان هم لم يصرحوا بهذا، فكيف علمت أنت
أنهم يكتبون بالروح القدس؟ المسيح قال لهم اذهبوا أينما كنتم فأنا معكم، اذهبوا واكرزوا في الأمم. ما علاقة هذا في أنهم كانوا يكتبون مسوقين بالروح القدس؟ ثم قالها لمن هذه المسيح؟ لتلاميذه. طيب أنت عندك اثنين، مرقس ولوقا، مش من تلاميذ المسيح أصلا. هلا أنا هاي صراحة يعني ماني قس، أنا ما فيني كمان أحكي شغلات ما بعرفها صراحة. يعني هلا أنا شيخنا عم بحكيك بالشيء اللي بعرفه وعم بكون منطقي قدر طيب عندك، الإمكان. معلش أنت ما قلت ما عندك، ما نقص، ماشي أحترم ذلك. طيب عندك قس يجي يحورني؟ لا حاليا ما في صراحة. خلاص انقرضوا يعني القساوسة من على وجه الأرض. لا أكيد في كتار، بس أنا هلا مش شاطرية القساوسة. شوف، يمكن في صيدة نستطيع أن نأتي بقسيس وسيأتي ركضا. هلا أكيد أنت شيخ عظيم أقول لك. وشيخ دارس وكبير، لازم قسيس يطلع معك يناظرك. أكيد أنا ما طالع طيب ناظرك تمام. شيخنا. هو القسيس لن يأتي، لكن في حالة واحدة ممكن تخليه يأتي. ما هي؟ الحالة تقول لنا في بنت تريد أن تعترف لك بذنب. جد والله. قوي. مش أنتم عندكم قوي. سر أليس عندكم أنتم سر الاعتراف والتوبة؟ أكيد أكيد. خلاص، لأن في قسيس قال أنا لما البنت تعترف لي بتغلى عندي قوي. تعال سمعك بس المقطع. والله يا شيخ أحبك في الله. ما شاء الله. أنتم عندكم النصارى حب في الله؟ أكيد الله محبة. محبة. وكان يقتل الأطفال في كتابك. طيب على كل حال إن شاء الله أحبك الله الذي أحببتني فيه بعدما تسلم. ثواني، سر الاعتراف. أيوة، كل شيء ممكن. شوفوا سر الاعتراف. أحيانا دي عند البنات. شوف هذا القسيس وهو بيحكي عن سر الاعتراف. طبعا سر الاعتراف يا إخوة باختصار، سر الاعتراف عند النصارى إن النصراني الرجل أو المرأة حين يذنب ذنبا، أي كان الذنب هذا، زنا، سرقة، كذب، أي كان، لا بد أن يذهب عند القسيس ويعترف له بالذنب عشان الرب اللي اتصلب يغفر له. لازم عن طريق القسيس، لازم يعترف للقسيس. المهم طبعا هذا الكاهن الآن، هذا القسيس يحكي لنا كيف يتعامل القسيس لما تجيه بنت وتعترف له. ماذا يفعل لها؟ حنينين القساوسة على فكرة، حنينين مع الجنس اللطيف. نسمع. أحيانا دي عند البنات أكتر. أحيانا البنت تطلع من موضوع الاعتراف وترتبط بالكاهن ارتباط عاطفي. لا، البنت لما تروح تعترف للقسيس بذنبها، أول ما تخلص قسيس بذنبها، أول ما تخلص فجأة بترتبط به ارتباط عاطفي، بتحبه وبتعمل معه علاقة. لماذا؟ لاموري حبته، ارتبطت بيه. لا، أول ما تلاقي نفسك كده أنت اتجهتي غلط، غيريه بعد إذنك غيريه. حتى حبي واحد ثاني. لو ابونا مش واخد باله وبيتعامل بان انت بنته وبياخدك في حضنه وبيطبطب عليك ان انت بنته، وانت تلاقي ياخدك في حضنه وبيطبطب عليك على انك انت بنته. يا سلام على الحنيه. بياخدها في حضنه لما بتعترف له بالذنب، بياخدها في حضنه. معلش يا حبيبتي، معلش يا بنتي، بيطبطب. اهم شيء الطبطبه. المشكله لو جاه قرقس ولا مينا والله ما يطبطب عليه ولا يعرفه. ما يعرفوا الطبطبه الا على لأنه في طراوة وحلاوة. تعامل بان انت بنته وبياخدك في حضنه وبيطبطب عليك ان انت بنته، وانت تلاقيتي نفسك اتعلقتي عاطفيا. انا كلامي واضح، مش اتعلقتي بيه ان انا مرتاحه. على كل حال شيخنا نحن كنا عم نحكي عن الملك، عن الجليل. نعم. الآن خلاص ناخذ حوار آخر. أنت لا كنت حابب أسألك سؤال بس. خليه بعدين إن شاء الله.